عارف الجملة الشهيرة اللي بتقول إن الداتا هي البترول الجديد للعالم؟ أهي الجملة دي أصبحت أمر واقع. أكيد سمعت عن حروب الجيل الرابع وإنترنت الجيل الخامس والطيارات اللي بدون طيار والذكاء الاصطناعي الخارق. تفتكر إيه اللي يخوف في كل الحاجات دي؟ إيه السر اللي ممكن يكون أخطر تهديد من كل النووي والأمراض المعدية اللي نعرفها؟ إيه السر اللي خلى دول زي أمريكا تجتمع مع أقوى دول في مجال التكنولوجيا والمعلومات عشان ياخدوا قرارات مهمة هتغير شكل العالم السنين الجاية؟ شركة واحدة في دولة صغيرة حرفيا من غيرها كل التكنولوجيا اللي في العالم تقف. كل الأجهزة من أول الموبايل والتلفزيون بتاعك وصولا لأجهزة الذكاء الاصطناعي والطيارات المقاتلة الأحدث في العالم. المنتج الأهم اللي بتنتجه الشركة دي هو أساس التكنولوجيا في العالم كله، وهو الشرائح الإلكترونية أو المايكرو تشيبس. والشركة المنتجة اللي بيدور حواليها اقتصاد العالم حاليا هي الشركة التايوانية لأشباه الموصلات TSMC. الشرائح دي برغم صغر حجمها إلا إنها قادرة على تغيير مستقبل التكنولوجيا لسنين قدام. بس إيه حكاية شركة TSMC دي؟ وإيه هي المايكرو تشيب اللي عاملة القلق ده كله؟ وليه دول عملاقة زي أمريكا بتشجع شركات كبيرة زي انتل ونيفيديا على بناء مصانع كبيرة على أرضها؟ وإيه علاقة كل ده بالمشاكل اللي بين أمريكا والصين؟ كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم، وفي الفيديو ده هجاوبك على كل الأسئلة دي. بس ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك في القناة. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. مع بداية أزمة كورونا وبعد نهايتها حصلت أزمات كتير على مستوى العالم، بداية من أزمة سلاسل الإمداد لأزمة التشيبس للأزمة الاقتصادية الحالية. الرقائق الإلكترونية أو المايكرو تشيبس اللي بتدخل في صناعات كتير، بداية من الهواتف الذكية للمايكروويف للعربيات الذكية للطيارات وحتى سفن وصواريخ الفضاء. لكن مع بداية أزمة سلاسل الإمداد أمريكا أدركت مدى خطورة وأهمية الرقائق دي، وإنها بعد ما كانت بتصمم وتصنع أسرع الرقائق في العالم بنسبة 37% سنة 1990، بدأت نتيجة لارتفاع تكلفة العمالة على أرضها وصعوبة تصنيع الرقائق دي وتكلفة إنتاجها تسيب المهمة دي لدول آسيوية تانية زي تايوان وكوريا الجنوبية اللي دلوقتي بتسيطر على إنتاج أهم مكون داخل في كل الصناعات الأهم في التاريخ البشري. ونقصها في فترة الكورونا وما بعدها اتسبب في خسائر كبيرة لصناعات كتير. ده اللي خلى أمريكا تاخد خطوات كبيرة للاستثمار في صناعة أشباه الموصلات. مش بس كده، دلوقتي بتحاول ترجع الصناعات دي على أرضها وتمنع دول زي الصين من امتلاك التكنولوجيا اللي ممكن تخليها مع إمكانياتها الاقتصادية الجبارة تنافسها وممكن كمان تتفوق عليها. بس هو إيه اللي الشيبس اللي عاملة كل القلق ده؟ وهي مش أمريكا عندها أقوى شركات تكنولوجية في العالم؟ إزاي ممكن الصين تسبقها للتكنولوجيا دي؟ وهو معقول الصين النهاردة ما عندهاش الإمكانيات اللي تصنع بيها الشرايح أو الشيبس دي؟ أقول لك الله ينور عليك، هذه الأسئلة المهمة خليني بقى أجاوبك عليها. الرقائق الإلكترونية أو المايكرو تشيبس هي عبارة عن شرايح سيليكون صغيرة عليها مجموعة من ترانزستورات بالملايين أو المليارات. الترانزستور ده هو أهم عنصر في الدائرة الإلكترونية. الشرايح دي بتيجي بأحجام مختلفة زي شرايح ال 14 نانومتر وال 10 نانومتر وال 5 نانومتر المستعملة حاليا في أجهزة أبل زي الآيفون والماك بوك. والمصانع المنتجة للرقائق دي بتنافس لإنتاج وتصنيع الرقائق حجمها يكون أصغر. يعني باختصار كل ما كانت دقة تصنيع التشيبس أصغر كل ما كان حجمها أصغر وأدائها أكبر وكثافة الترانزستورات عليها أكتر وقدرتها الحسابية تكون أعلى. خليني أقول لك يا صديقي، في عصرنا الحالي الذكاء الاصطناعي والمعلومات أهم بكتير من البترول. يعني خليني أقول لك إن شركة أبل اللي تعتبر أكبر مستخدم لأنجح منتج في العالم وهو الآيفون واللي قيمتها التسويقية وصلت ل 3 تريليون دولار ما بتصنعش ولا تشيباية واحدة. صحيح أبل بتصمم البروسيسور بتاعها اللي بيشغل نظام الاي او اس، لكن مش هي اللي بتصنعه، بمعنى ان اكبر شركة في العالم ما تقدرش تصنع البروسيسور اللي بيشغل انجح تليفون في العالم وهو الايفون، ولا اي شركة في اكبر اقتصاد في العالم تعرف تعمله، لا في امريكا ولا الصين ولا اليابان ولا حتى اوروبا. 92% من التشيبات المتطورة بتصنعها شركة واحدة في بلد واحد، في اغلى مصنع في العالم، شركة TSMC في تايوان. وطبعا انت عارف قانون مور اللي بيقول ان احنا نقدر نضاعف عدد الترانزستورات تقريبا كل 18 شهر. وبالرغم من توقع جوردن مور صاحب القانون واحد مؤسسي شركة انتل كان فاكر ان القانون ده هيستمر ل10 سنين بس، لكن مور اخطأ واستمر القانون لاكتر من نص قرن. وده اللي خلى تايوان في 2020 تبقى هي الدولة الرائدة في صناعة أشباه الموصلات العالمية مع استحواذ شركة TSMC لوحدها على أكتر من 53% من إنتاج الشرائح في العالم، وبتنتج 92% من التشيبات الأكثر تقدما، و44% من شرائح الذاكرة بتنتجها شركتين في كوريا الجنوبية بس، وشركة واحدة بس هي اللي بتنتج 100% من الأجهزة اللي بتعمل تشيبات المتطورة.
بدأت صناعة التشيبس سنة 1947 لما تم اختراع الترانزستور اللي يمكن يكون أهم اختراع في التاريخ. وفي سنة 2000 جائزة نوبل راحت لجاك كيلبي بتاع تكساس انسترومنتس، واللي كان له دور مهم في عمل الشرايح اللي عليها أكتر من ترانزستور. لكن مع الوقت آسيا هيبقى ليها دور مهم في الصناعة دي لأن العملة فيها أرخص. ففي اليابان ساعة العامل ب 25 سنت، وفي تايوان 19 سنت، وفي كوريا الجنوبية 10 سنت. فبالتالي الشركات الأمريكية لقت إنه أرخص لها إنها تنتج في آسيا في الوقت اللي كانت الشركات اليابانية فيه بتسابق الشركات الأمريكية، مش بس في إنتاج منتجات رخيصة، لا كمان وجودتها عالية. بما إن أمريكا وتايوان كانوا حلفاء، فبدأت من هنا رحلة تايوان في تصنيع الرقائق بالرغم من إنها بلد زراعي وتعتبر من أفقر الدول وما عندهاش لا بترول ولا غاز ولا ذهب. كل اللي كان عندها هو أهلها اللي مستعدين للعمل بأجور رخيصة جدا. وفي سنة 1976 بدأت تايوان تبعت علماء وخبراء ومهندسين لأمريكا عشان يتعلموا تكنولوجيا صناعة أشباه الموصلات. وأقنعت الحكومة شركة RSE الأمريكية اللي كانت شركة إلكترونيات كبيرة في أمريكا وقتها بنقل تكنولوجيا أشباه الموصلات لتايوان. وفي سنة 1987 اتأسست شركة TSMC لمؤسسها موريس تشانغ اللي طبق خطة في منتهى الذكاء عشان يحط تايوان على خريطة العالم التكنولوجية. كل الشركات في الوقت ده كانت بتقوم بتصنيع الشرايح، لكن مش كلها كان عندها القدرة على التصنيع. وللأسف الشركات الكبيرة اللي تقدر تصنع كانت بتشترط إنها بعد التصنيع هياخدوا التصميمات من الشركات المصممة ويصنعوا بيها شرايح ليهم وباسمهم. هنا بقى جت فكرة موريس تشانغ العبقرية إنه هيعمل شركة اللي اتعرفت بعدها باسم TSMC اللي مهمتها تصنع الشرايح دي من غير ما تقرب لتصميمات الشركات، يعني مش هتنافسهم بأي شكل. واتطورت صناعتها وصولا للريادة العالمية في 2002 مع تشغيل 40 مصنع لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات بنسبة تقترب من 36%، ومنها سيطرت على سوق التصنيع ودلوقتي بتهيئ نفسها لمرحلة تصنيع 3 نانومتر في الوقت اللي انتل فيه لسه بتحاول تنتج رقائق 7 نانومتر وأقل. حاليا تايوان بتمثل 92% من الإنتاج العالمي لصناعة التشيبس بدقة أقل من 10 نانومتر، و60% من التشيبس اللي بتصنعها شركة TSMC بتروح لشركات أمريكية. وطبقا لآخر الإحصائيات بتتربع الشركة التايوانية TSMC على عرش صناعة أشباه الموصلات بنسبة 56% من الحصة السوقية في 2022، وقيمة سوقية تتجاوز 600 مليار دولار، غير الاعتماد على منتجاتها من عمالقة التكنولوجيا زي انتل ونفيديا وهواوي. وبعدها تيجي شركة سامسونج الكورية بحصة سوقية 15%. حجم سوق الرقائق العالمية حاليا بيوصل ل 574 مليار دولار، والصين بتستهلك حوالي 60% من الإنتاج العالمي للتشيبس، أكتر حتى من استهلاك للبترول. مش بس كده، طبقا لبيانات منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية، متوقع نمو الصناعة دي بمعدل سنوي مركب يوصل ل 6.2% في 2031. لكن بالرغم من سيطرة شركة TSMC على صناعة الرقائق الإلكترونية، احتمال ده يتغير في السنين الجاية، وده لسعي شركة سامسونج حاليا للتغلب على الشركة التايوانية بعد إعلان رئيس قطاع حلول الأجهزة في الشركة إن سامسونج بقى عندها ميزة هتقدر تتجاوز بيها TSMC في ال5 سنين الجاية، ألا وهي تقنية Get All Fit Around المعروفة BGAA Fit لتصنيع رقائق بدقة 3 نانومتر، واللي بتوفر أداء أكبر ب 30% واستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50%، وبتسمح بتقليص التشيب نفسها بنسبة 45% عن تقنية فينفيت اللي بتستخدمها TSMC. ظهور الشركات المصنعة زي TSMC وسامسونج خلى الشرائح كفاءتها مش بس معتمدة على صغر حجمها لكن على تصميمها، فبقى في شركات دلوقتي متخصصة في التصميم بس، زي شركة كوالكوم اللي طبقا لكريس ميلر مفيش موبايل في العالم يقدر يشتغل من غير الشرائح بتاعتها. دلوقتي نيفيديا اللي كانت مهتمة بمجال الجرافيكس وعملت ما يسمى بالبارالل كومبيوتنج، يعني شرايحها بتقدر انها تعمل اكتر من عملية في نفس الوقت بدل ما تعمل العمليات واحدة ورا التانية. الشركة دي بتتحكم دلوقتي في 80% من سوق الشرايح الإلكترونية للذكاء الاصطناعي اللي بتعملها TSMC. وصرح ألكسندر بارادايز المحلل لشركة IG فرانس بأن كل الشركات التكنولوجية العملاقة بقت ملزمة بالمرور عبر نفيديا لطلب شرايح معالجة البيانات والتخزين والذكاء الاصطناعي، لأنها أقوى بكتير بالمقارنة بالشركات المنافسة، واللي أهم شريحة بتنتجها حاليا هي شريحة H100. شركة TSMC وسامسونج بسبب قربها لمناطق بينها وبين أمريكا مشاكل، شركة TSMC في تايوان جنب الصين اللي هتبقى كابوس لأمريكا لو فكرت الصين ترجع تايوان تاني، لأن أغلب الشرايح اللي بتشغل أحدث الأسلحة الأمريكية زي مثلا المقاتلة F-35 واللي تصميمها بتروح لشركة TSMC عشان تنتجها. وشركة سامسونج في كوريا الجنوبية جنب كوريا الشمالية اللي عاملة قلق للعالم كله. بس دلوقتي عشان شركة TSMC تعمل شرايح محتاجة مكن الليثوغرافي
وده المكن اللي بيطبع الترانزستور على شرايح السيليكون، واللي بتعمله الشركة الهولندية ESML، وهي الوحيدة اللي بتصنع آلات الطباعة الليثوغرافي المتطورة اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تطورا والأصغر حجما في العالم، وده بالتعاون مع شركات تانية أهمها الشركة الألمانية كارل زايس SMT، المصنع الوحيد في العالم للمرايا والعدسات المستخدمة في معدات صناعة التشيبس الأكثر تقدما. طب ليه أمريكا ما بتبنيش مصانع على أرضها بعيد عن القلق ده كله؟ بص يا صديقي، تكلفة بناء مصنع جديد بيكلف تقريبا 20 مليار دولار، وبناء بيحتاج سنين. تكلفة مصنع رقائق كبير بيتكلف أكتر من بناء حملة طيارات أو حتى تكلفة بناء محطة نووية. في تايوان وصلت تكلفة مصنع فاب 18، والفاب ده صديقي اللي هو مصنع تصنيع الشرايح. المصنع اتكلف 17.5 مليار دولار وفقا لبوستون كونسلتنج جروب. عشان كده وافق الكونجرس الأمريكي على تخصيص 280 مليار دولار على 5 سنين عشان يدعم صناعة الشرايح ويحد من سيطرة الصين على الصناعة دي، وترجع أمريكا لمكانتها الرائدة تاني في المجال. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة نهاية الآيفون، ممكن ترجع تشوف الحلقة تاني لو عايز تعرف معلومات أكتر. غير تقديم قانون الرقائق والعلوم 53 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات اللي بتصنع أشباه الموصلات في أمريكا. واستثمرت شركة TSMC في بناء مصنعين بقيمة 40 مليار دولار في ولاية أريزونا الأمريكية. وأعلنت شركة مايكرون أكبر شركة مصنعة عن خطط لتخصيص 100 مليار دولار على 20 سنة في مصنع لإنتاج الشرايح في شمال نيويورك. أما شركة انتل أعلنت في 2021 إنها هتستثمر 20 مليار دولار في مصنعين جداد بيعتبروا أكبر مصانع للرقائق في العالم في كولومبوس وأوهايو. وده اللي خلى الحكومة تدي شركة انتل أطول فترة تخفيض في ضريبة الممتلكات في تاريخها، بتوصل ل 30 سنة من غير ضرائب على الممتلكات. أما شركة سامسونج الكورية قررت بناء مصنع بقيمة 10 مليار دولار في مدينة أوستن تكساس. أما الصين بقى يا صديقي تسعى حاليا لتعزيز الإنتاج المحلي، وعملت مبادرة ممكن تكون سمعت عنها، وهي مبادرة صنع في الصين 2025 اللي أطلقتها سنة 2015 بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الرقائق بنسبة 70% في 2025، وبتخطط لاستثمار 143 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية بداية من السنة دي. الخلاصة يا صديقي إن إحنا بنتكلم عن أهم صناعة في العالم، صناعة الرقائق اللي بتنافس فعليا صناعة البترول. أكبر شركة في العالم هي شركة موبايلات. تاني أكبر شركة في آسيا بتنتج أكتر من 52% من إجمالي الشرايح في العالم شركة TSMC التايوانية. والشركة الوحيدة اللي بتنتج 100% من مكن الليثوغرافي في العالم هي الشركة الهولندية ASML. يعني ببساطة مصنع العالم كله عند أمريكا وحلفائها، وهم المحتكرين لصناعة أشباه الموصلات. أمريكا يا صديقي دلوقتي بتجذب استثمارات شركات التشيبس، مش بس شركة TSMC اللي ناوية تستثمر 100 مليار دولار في ال3 سنين الجايين بس عشان تطور مصانعها جوه تايوان وتدعم البحث العلمي. وكوريا كمان ناوية تستثمر 450 مليار دولار لدعم صناعة التشيبس على أرضها. كل ما الأجهزة اللي بنستخدمها بتبقى ذكية أو سمارت، كل ما هيبقى في حاجة للذكاء الاصطناعي، وكل ما هيبقى العالم محتاج للذكاء الاصطناعي كل ما هيبقى العالم محتاج للشرائح الإلكترونية. ولحد اليوم ده TSMC هي الشركة الوحيدة اللي العالم ما يقدرش يستغنى عنها. بيقول بيرت جليسنجر رئيس التنفيذي لشركة انتل إن احتياطيات النفط حددت الجغرافيا السياسية على مدار ال5 عقود السابقة، أما أشباه الموصلات هتحدد الجغرافيا السياسية للسنين الجاية. بس كده يا صديقي، لو عجبك المحتوى اكتب لي بس مهتم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا الحلقة الجاية بإذن الله. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.